ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده يوم جميل جدا عشان النهارده المنتخب كسب، المنتخب كان بيلعب الساعه عندي 5:30 الصبح، كان فوز جامد جدا. عمر مرموش جاب جون، محمد صلاح جاب جون، رامي ربيعه جاب جون بس مالناش دعوه بيه. بنلعب على هجمه مرتده بس قشطه عادي يعني، المهم ان احنا كسبنا. الماتش الجاي بقى السنغال. السنغال مش عارف بصراحه هنعمل معاه ايه، عقدتنا السنغال اساسا يعني. النهارده الحد عامه، فالنهارده اجازه، كله مأجز وكله بره والدنيا حلوه والجو جميل، ونروح نعمل شويه مشاوير مع بعض. جيم هنتكلم في موضوع، نلف كده شويه. كمان النهارده على فكره جبت الدبل سايدد تيب ده، انا عمري ما جربته خالص فقلت النهارده اجيبه يعني، او جبته من كذا يوم يعني، بس انا ما جربتوش لغايه دلوقتي. شكله عامل كده، هو الحته الناحيه دي بتلزق والناحيه الثانيه مش بتلزق عادي، ولكن فيها برضو طبقه بلاستيك كده فلازم اشيلها. فاعتقد بقى اشيلها بالمقص ده، فهاخد المقص معايا على العربيه. انا جربه على الموبايل بصراحه، هلزقه في التابلو كده. مش ده المفروض طبعا يحصل، المفروض اجيب موبايل هولدر اللي هو بيتحط على قدام على الموبايل ده، لكن لو عربيه البوليس شافتني ممكن يعتبروها حاجه خطره، ممكن اتجدف شويه يعني. هجربها على الموبايل، مش عشان انا اجيبها عشان الموبايل، بس هجربها يعني، انا ما اعرفش، هو الموضوع جه في دماغي يعني. فاخد المقص معايا واجيب حاجات دلوقتي ويلا بينا. صراحة أحسن حاجة النهاردة الجو حلو يعني، درجة الحرارة تقريبا نتكلم في حاجة و20 تقريبا يعني، مش حر قوي زي الأيام اللي فاتت بصراحة. الأيام اللي فاتت كانت حر جدا، وكان درجة الحرارة ساعات بتوصل 43 ولا حاجة يعني، فالنهاردة الحمد لله رحمة يعني. ورغم كده برضو حر، بس يعني أرحم طبعا من الأيام اللي فاتت بكتير يعني. هو ده يا جماعة الجيم اللي بكلمكم عليه ده، ستور مختلف خالص عن انا بروحه، بس لوكيشن تاني يعني. وده الاماكن اللي حواليه، نخش مع بعض كده. ده دلوقتي ده المدخل بتاع الجيم يا جماعه. لازم ايه، اعمل سكان للمفتاح بتاعي على السكانر ده، تفتحه وبعدين تخش عادي بقى. لا المفروض تخش من هنا هي اصلا عملتها كده عشان اخش من هنا اساسا يعني، ممكن نخش من هنا عادي بقى. الجيم النهارده مش زحمه قوي عشان النهارده يوم الاحد، كله بقى بيسهر يوم السبت وكده، محدش بقى فاضي بقى يروح الجيم لحد تاني يوم الصبح. الناس بس الملتزمه الكويسه هي بس اللي بتروح الجيم يوم الاحد فيلا بينا بقى ايه، نبدا التمرين. احلى حاجه الجيم يكون فاضي، الاجهزه كلها بتاعتك ولا حد بيضايقك ولا اي حاجه. بقى كمان النهارده الصبح فطرتش اي حاجه خالص، هي يا دوب قهوه شويه فواكه كده، بس في طاقه يعني، في باور كده، حاسس ان مفيش كسل ولا همدان يعني. كل شويه لما اتمرن انا لسه معايا في الشنطه. يا جماعه احسن حاجه في الجيم الاوزان اللي فيه لغايه 70 كيلو، الموضوع ده مش بلاقيه في اي جيم تاني. الموضوع الوزن ده بالنسبه لي مهم جدا، لان في ساعات اوزان بستخدمها في تمارين معينه تعدي ساعات ال 60 و 65 و 70 كيلو. اي جيم تاني ممكن بيكون 50، ودي جيمات اللي غالبا بتكون ايه للناس اللي فوق سن معين، فوق مثلا 50 60 حاجه زي كده، او اللي هم بقى الناس اللي هم جايين يسوشيالايز يعني، يعملوا اجتماعيات كده ويتعرفوا، يروحوا مثلا مع عائلتهم واصحابهم وكده، بس مش بيركزوا في التمرين قوي يعني. الاوزان هنا في حتى 70 و76 ونص و65، كل حاجه موجوده، فالموضوع ده كويس جدا بصراحه يعني. كمان الجيم هنا يعني ما شاء الله اجهزته كتيره جدا زي ما انتم شايفين، هو اصلا ده جزء منه كده، بصوا زي ما انتم شايفين ده جزء منه كده، ولسه في بقى جوه في الجنب ده، وفي الجنب اللي هو بتاع الفتنس والكارديو اللي هنا، وفي هنا برضو الجزء ده فيه كارديو فتنس هناك. الفكره كمان ده يعني ستور واحد يعني، هو اصلا فيه حوالي في ادلت كلها حوالي 8 9 لوكيشن يعني، فده مجرد ستور واحد، وكمان ده مش اكبر واحد، في اتنين كمان كبار جدا يعني واسعين جدا بقى. تحت في دورين، 3 ادوار او دورين، في ملعب باسكت هناك، وفي الرينج بتاعت الحلبه اللي بتاعت المصارعه والبوكسنج، والناس هم بيتمرنوا مع نفسهم. قلت يا جماعه اغلبها كتير منهم فوق ال 60 و55 وكده، بتلاقي ناس كتير قوي من المرحله العمريه دي يعني. لسه طالع من تمرين دلوقتي حالا، الجيم كان فاضي والدنيا كانت حلوه. نبدا اليوم، هناخد العربيه دلوقتي بقى وننطلق بقى ايه، نروح كذا حته. انا دلوقتي جنب السيتي، دايما الحدائق العامه بتكون فاضيه وما فيهاش ناس قوي، كله بيبقى جوه في وسط البلد نفسها. ويوم الاحد عامه يعني مش بيبقى يوم
اللي هو الناس بتنزل تتمشى او تروح تعمل شوبينج كتير. هو ممكن جمعة او السبت اكتر يوم بيبقى فيه الحاجات اللي زي كده. ممكن نعدي الناحية التانية. انا قلت النهارده هوريك كده ايه الطريق وانا بعدي. كفايه بقى وشي. الحته اللي قدام دي برضه حته حلوه قوي. يعني الجنينه اللي انا رايح لها دي اللي الناس فيها بتقعد فيها اكتر من الحته اللي انا كنت فيها. ده الكار بارك اللي هو الناس بتركن فيه ايام ما بيكون فيه حاجه اسمها الفرنج ده بيبقى عباره عن ايفنت كده كبير قوي. بيبقى ايه 3-4 اسابيع. الناس كلها بتبقى تحب تخرج فيه بقى وتتفسح، وفي العاب ومش عارف وستاند اب كوميديانز والكلام ده كله. فده الكار بارك هنا على فكره كبير قوي. يعني ده كله هناك لغايه الاخر خالص. ف الفرنج تقريبا بيحصل في شهر فبراير او مارس، حاجه زي كده. اعتقد يبقى بعد رمضان، اعتقد، لان السنه اللي فاتت لما رمضان كان موجود الفرنج موجود ساعتها. فممكن الواحد بقى يحتفل بيه عادي وينزل ويخرج وياكل ويشرب والكلام ده كله. ادليد عامه بشكل عام هي مدينه هاديه. يعني دي برضو نقطه كنت عايز اكلمكم فيها. الناس بتسالني دايما ايه اكتر مدينه الواحد يبدا فيها حياته في استراليا. انا عايش هنا في ادليد بقالي تقريبا نتكلم في 8 سنين حاجه زي كده. انا ما عايشش في اي ولايه ثانيه خالص. ادليد بشكل عام هي مدينه هاديه زي ما قلت لكم. عدد السكان فيها قليل جدا، تقريبا 1.5 مليون او 1.6 حاجه زي كده. اكيد مش زي سيدني خالص ولا ميلبورن. تبقى على حسب برضو انت جاي تبقى عايز تعمل ايه. يعني ميلبورن هي اكتر للتسليه، الصخب هناك عالي شويه. سيدني نفس الكلام. ادليد عمران شويه بيحصل فيها اكتر واكتر اليومين دولت، فبيهتموا بيها اكتر الفتره دي، بيبنوا فيها اكتر وبيعملوا فيها مشاريع اكتر والكلام ده كله. نعدي الطريق بقى، ممكن ندوس على دي وبعدين بنعدي الناحيه الثانيه. المفروض العلامه دي بيتقلب الاخضر، فهنشوف كده. فزي ما قلت لك ادليد عشان هي لسه مدينه جديده فبيهتموا بيها بقى، بيبنوا فيها مشاريع، فيها فرص عمل كتير. بس هي فيها مش زي طبعا سيدني ولا ميلبورن، ولكن برضه فيها حاجات تتعمل. انت برضه محتاج تبقى عارف ايه اللي يطرح فيها وتعمل سيرش، تعرف اماكن، تعرف ناس تقول لك ده يقول لك على مكان وده يقول لك على مكان وده يقول لك على مكان. فبتبقى عندك كده ايه مجموعه اماكن تبقى عارفها انت مع الوقت. ممكن نعدي من غير ما بتاع تعمل عادي. ده بيحصل عادي جدا. الناس عادي بتعمل كده لما الدنيا بتتاخر، عشان مش هفضل استنى يعني طول الوقت. فانت على حسب انت اجتماعي ولا لا، بتخرج كتير ولا لا، على حسب انت بتروح تستكشف اماكن كتير ولا لا. ده كله بيعتمد على الموضوع ده. ولكن هي ادليد فيها اماكن تتخرج فيها، وفيها اماكن ممكن تقعد فيها اوقات جميله جدا، فيها اماكن ممكن تعمل فيها كامب، يعملوا بقى باربيكيو والكلام ده كله. الكلام ده كله موجود. ولكن اللي يحب كده او اللي يدور على كده او اللي يعمل سيرش على كده او اللي يسال ناس بتعمل حاجه زي كده او يعمل الكلام ده اصلا مع ناس بتعمل حاجه زي كده، فده على حسب اللايف ستايل بتاعك انت. ولكن ادليد هي اولا الاسعار فيها اقل بكتير، اقل نسبيا من ميلبورن، واقل اكتر شويتين ثلاثه من سيدني. سيدني هي الاغلى على الاطلاق. يعني حتى سيدني فيها في طرق معينه كده لازم تدفع فيها كارته، طرق مش اللي هي سفر ولا حاجه، ولكن طرق عاديه. فممكن الطريق ده مثلا الطريق بتاع الشغل بتاعك تعدي عليه كتير وانت رايح الشغل، فبتدفع كارته. دي حاجه من الحاجات اللي موجوده في سيدني على فكره. انا ما رحتش سيدني على فكره ولا مره. اللي سمعته من اصحابي اللي هم اللي عايشين هناك، يعني اصعب حاجه في اي بلد وانت رايح هجره ليها او الكلام ده بشكل عام موضوع السكن ده هو اكبر مشكله على فكره بتواجه اي حد بيبقى عايز يقعد في اي اجنبيه. الايجار فقال طبعا، او الشقق برضو كشراء وايجار والكلام ده كله اكيد طبعا ارتفع قبل كده، واكيد برضو الاسعار هنا مش رخيصه، لكن هي نسبيا ارخص من سيدني وميلبورن. طبعا في فرق بنسبه مش قليله. يعني على فكره مع نيو ساوث ويلز اللي بتسمعوا عنها دي الولايه، وسيدني هي المدينه اللي جوه الولايه، فيكتوريا هي الولايه، وميلبورن هي المدينه اللي جوه الولايه. في ولايه غرب استراليا، احنا هنا في ولايه جنوب استراليا جواها مدينه ادليد. فعشان برضو الناس تبقى عارفه الكلام ده. الايجارات في مدينه زي سيدني او ميلبورن لا، الموضوع هيبقى طبعا اغلى عليك شويه، خاصه لسه جاي جديد. وجاي جديد عامه بيبقى لسه عامل طبعا حوارات عشان يجيب معاه فلوس تغطيه في اول شهر ولا كام اسبوع عقبال ما يلاقي شغل ولا حاجه. كبدايه لا، ادليد مدينه مناسبه جدا، امان بنسبه كبيره جدا. اسعار الاكل والشرب فيها على فكره برضو مش هقول ارخص من المدن التانية بكتير، ولكن نسبيا الى حد ما ارخص. يعني سيدني وميلبورن هي مدن سياحيه، طبعا بتكون فيها سياح اكتر وناس اكتر جايه من بره، فطبيعي الايجارات فيها بتبقى اعلى، فطبيعي الاسعار فيها بتبقى اعلى. فهي كلها نسبه وتناسب، وكلها حاجات يعني منطقيه مربوطه ببعضها. فعشان كده هي ارخص. البحيره دي شكلها حلو قوي. كل ده على فكره جنب السيتي. في حد هناك قاعد اهو، في ناس هناك بتقعد هنا كتير، ولكن النهارده برضه عشان قلت لكم لحد في ناس هناك برضه زي ما انتم شايفين.
الناس بتحب تقعد هنا بقى ايه، تعمل بيكنيك، يجيبوا اكل وشرب وكده ويقعدوا. بس هي البحيره شكلها على فكره كمان على الطبيعه احلى بكتير، يعني الفيديو مش مبين جمالها قوي، ولكن على الطبيعه شكلها احلى بكتير قوي. طبعا سبحان الله يعني، لان ربنا خلقها لنا بتشوف كل حاجه بشكل احسن بكتير يعني. دلوقتي على فكره نازل البحر دلوقتي كله ورايا. دلوقتي فتره غروب الشمس، فكره حلوه قوي. كلها هنا بتيجي وقت الغروب الشمس، تيجي بقى تفضل تتصور صور وفيديوهات والجو ده. اللي جايب الكلب معاه بقى زي هنا، راح يتمشى الكلام ده كله. طبعا الكلب اهو بص عليا، مش عارف بقى هيجي نفض لي خلاص. هو ده بقى كل الفيو يا جماعه. المنظر هنا تحفه بصراحه. مدينه هاديه، هي لاي حد بيبتدي حياته هنا في استراليا. الموضوع هنا مناسب قوي بصراحه، يعني عائليا بالتحديد. لو زي ما قلت لكم على حسب اللايف ستايل بتاع كل واحد. في الزحمه سيدني تيجي الاول، ميلبورن تيجي 2، ادليد تيجي ممكن في الاخر، ممكن تيجي بعدها بيرث وكامبرا اللي هي عاصمه استراليا. ناس كتير قوي ما تعرفش ان كامبرا هي عاصمه استراليا مش سيدني. هو في ناس بدأوا يعرفوها، لان الموضوع بدأ يتعرف بقى خلاص ان في ناس كتير بتغلط في الموضوع ده، فيعني نفوق بقى شويه. بشكل عام استراليا اصلا يعني هي دوله امنه. ممكن اغلب الجرائم تقريبا بتحصل في نيو ساوث ويلز. قلت على فكره برضو فيها نسبه الانجليزي عاليه جدا، يعني حتى الاكسنت الانجليش اكسنت شويه. استراليان طبعا وانجليش اكسنت برضو، ولكن الانجليش هي اكتر فيها، لان استراليا وانجلترا هي طبعا الكومنولث اصلا، فيها طبعا المهاجرين هي مالتي كالتشرال جدا. يعني الانجليز فيها اكتر شويه عن باقي المدن الثانيه. انت عارفين المدن الثانيه زي سيدني وميلبورن وكده هي مدن طبعا عالميه، فكله بيجي لها من كل انحاء العالم، فبتلاقي فيها تعدد ثقافات الى حد ما اكتر. ولكن طبعا اكيد ادلي برضو موجود فيها تعدد ثقافات عالي جدا. يعني ادلي برضو على فكره فيها جامعتين مهمين جدا على فكره، وعلى فكره واخدين رانك عالمي كبير. يعني جامعه اللي هي يوني اس اي وجامعه ادليد، لاي حد برضو يفكر يدرس في المدينه هنا. العاصفه جامده شويه. الايجار هنا زي ما قلت لكم هي تقريبا من اقل الايجارات الموجوده على مستوى استراليا كلها، دي حقيقه. هي دي اكتر نقطه على فكره مؤرقه لاي حد جاي استراليا جديد، موضوع ايجار الشقه والسكن والكلام ده كله. فادليد اضمن طبعا بضمان 100% ان هي اقل حاجه. اي مدينه تروحها بشكل عام سواء ادليد او ميلبورن او اي حاجه، تبقى على حسب انت قاعد انهي منطقه، قريبه من السيتي ولا بعيده من السيتي، البيت قديم ولا جديد، قاعد مع واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا لوحدك. لو لوحدك طبعا انت كده بتاجر بيت، فدي حاجه تانية. يعني لو بتاجر بيت مع واحد بس اكيد هيبقى طبعا اغلى لو قاعد معاه ثلاثه. يعني كل واحد بقى على حسب ايه ظروفه الماديه وهو عايز ايه. المزايا اللي بتبقى ادلت مهمه جدا جدا. الترافيك بتاعها يعني اقل بكتير جدا جدا من ميلبورن وسيدني. وانت بتسوق العربيه بتروح من مكان لمكان الموضوع بسيط مقارنه بالمدن الثانيه. طبعا ساعات بتتزاحم جدا، طبعا الساعه 4 او 5 طبعا ساعه خروج الناس الموظفين كلهم من كل الشركات، اكيد بيكون زحمه في الساعه دي. ولكن هي بشكل عام لا، هي اكيد طبعا مقارنه باي مدن ثانيه طبعا هي الترافيك بتاعتها قليله جدا ومنخفضه جدا. يعني ثاني نقطه، ادلت كلها من الشمال للجنوب بالعربيه ساعه ونص كلها تلفها، فالموضوع ده مهم جدا برضو. الاماكن كلها بشكل عام انت اصلا ممكن تروحها في طول فتره عدنك في ادلت تقريبا 20 30 مكان. مثلا 20 30 مكان ده في دايره كده معينه. الدايره دي انت لو حابب تاخدها كلها بالعربيه ممكن ساعه ونص يعني بالكتير. الموضوع ده برضو مهم جدا الترافيك، لان ده على فكره من الحاجات اللي بتخلي بني ادم يكره نفسه ساعات. يعني عندنا مثلا في مصر عشان القاهره فيها 28 مليون ما شاء الله يعني تقريبا، لازم تحضر قبلها بقد ايه وتنزل قبلها بقد ايه لو انت بس رايح بعربيه بقى بمواصلات والكلام ده كله. ميزه مهمه جدا برضو ان انت لما بتيجي مثلا تقدم على الهجره بتقدم على اقامه دايمه. لو مثلا حد جاي هنا بفيزا اقامه مؤقته عايز يحولها لاقامه دايمه، اي حاجه ليها علاقه باداره الهجره او اللي هو الديبارتمنت اوف هوم افيرز، ممكن برضه اسيب لكم الموقع بتاعه تحت هنا، ممكن هسيبه لكم. بتبقى اجراءاتها اسرع شويه، لان طبعا يعني الطلبات بتاعه الاقامه الدايمه والجنسيه تبقى طبعا اكيد اقل، لان طبعا عدد المحافظه بشكل عام اقل او الولايه طلباتها هيكون اقل. طبعا الطلبات بتتقبل اسرع، عكس طبعا ميلبورن او سيدني او نيو ساوث. يعني قلنا ميلبورن سيدني هي المدن، الولايات بقى عكس نيو ساوث ويلز وفيكتوريا عدد السكان طبعا اكبر بكتير، فطبعا الطلبات اكتر بكتير، فطبعا النظر فيها هياخد وقت اطول بكتير. فطبعا الناس هتبقى تاخد الاقامات الدايمه والجنسيات بعد وقت اكتر بكتير، ستريس اكتر بكتير، وقت انتظار اكتر بكتير. الحاجات دي كلها طبعا اكيد برضو بتخلي ادليد او جنوب استراليا هي الاولويه في الحته دي برضو. يعني
طبعا عائليه، مدينه عائليه جدا. كل اللي في ميلبورن او سيدني يعني يجوا ادليد عشان يستقروا بعد سن معين تقريبا. يعني هي طبعا مش قانون يعني ان واحد بعد سن معين لازم يجي ادليد، وعلى حسب زي ما قلت لكم كل واحد دماغه واللايف ستايل بتاعه مرتاح اكتر في ايه، شغله، استثماراته، الكلام ده كله. يعني ادليد ارخص زي ما قلت لكم، هيدك اقل، بتحس كده ان الدنيا سهله وبسيطه، مفيش اي ستريس من اي نوع، حياه رتمها اقل شويه، ابطا. القبض اللي انت بتاخده من شغلانتك مثلا في سيدني او ميلبورن ممكن اكتر، ولكن هو عشان يغطي الجاب اصلا اللي ما بين مدينه زي ادليد ومدينه زي ميلبورن او سيدني، فانت كده يعتبر مش بتعمل فلوس حاجه قوي، الا بقى طبعا على حسب برضه شغال ايه. يعني بتفرق برضه جدا. ناس كده تحس ان هي هاديه كده زي ما قلت لك، رتمها بطيء، مش اللي هو تقعد تجري وتروح من الشغل مش عارف لايه وعشان تروح من مكان لمكان ممكن تاخد ساعه الا ربع. لا هنا 10 دقايق ربع ساعه من مكان لمكان على طول. الجيم، للشغل، صاحبك، كافيه، السيتي، الكلام ده كله. انا اعتقد ادليد، لا ادليد من مدن بدايه كويسه جدا. هتروح سيدني او ميلبورن الدنيا هيكون ناس اكتر بكتير، ناس بتجري عشان تروح مكان لمكان. رحت قعدت في ميلبورن تقريبا اسبوعين ثلاثه. سيدني عمري ما رحتها، ولكن مش محتاج اروحها لان يعني انا قاعد هنا بقالي 8 سنين، فاكيد جالي اراء عنها كفايه ان انا اكون فكره عنها عامله ازاي. كل واحد برضه ظروفه، ممكن مثلا حد ليه حد معين مدينه معينه فبيروح لها لانه عارف حد معين مثلا مستنيه، قرايبه، اخوه، واحده مثلا راح لجوزها، واحد راح لمراته ولا حاجه. دي حاجه تانية خالص طبعا. دي كيس تاني خالص. اتكلم لو حد جايب عيلته اول مره، او حد راح لوحده، هتلاقي احسن بكتير طبعا. اول فتره على الاقل، اول سنه او اتنين، لغايه ما تاخد بقى على ايه، نظام البلد، الروتين، العادات والتقاليد والثقافه، وتشوف الشغل والدنيا بتفهم عامله ازاي، بتكون فكره عامه. تقدر رحل اي مدينه تانية تشدها عادي جدا وانت واثق، وانت بقى ايه، واقف على ارض صلبه كده. ده كان اجابتي للسؤال المعروف، اول مدينه تروحها في استراليا هل ادليد مناسبه؟ طبعا مناسبه. بشكل عام الحاجه اللي بقول لكم عليها دي هي دي ثوابت او مسلمات، يعني مش بقول من رايي، ولكن هي دي ارقام وثوابت يعني. ولكن برضو كل واحد زي ما تقول كل واحد رايه. ممكن حد جاي من ميلبورن يقول العكس تماما، بس ده قليل لما بيحصل. يعني معروف ان الاسعار والعيشه والريتم الحياه والايقاع بتاع الحياه طبعا اسرع من ميلبورن بكتير، بس هي طبعا فيها اكيد تسهيلات اكتر، وفي حاجه بتعملها كل يوم. ادليد ممكن يعني فيها ملل اكتر شويه، ممكن حد ما يستحملش كده. كل واحد وعلى حسب يعني، كل واحد ودماغه وعايز يعمل ايه يعني، وغرضه عايز يعمل ايه، يعيش حياته ازاي. دي طبعا بترجع للبني ادم ذات نفسه. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان انا قلت يعني معلومات ممكن تساعد اي حد مثلا هو جاي مهاجر استراليا ولا حاجه. اي حد عنده سؤال يكتبه، اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه يكتبها. يا ريت بقى الكومنت والشير واللايك والكلام ده كله هيساعدني كتير. واي حد عنده اي فكره فيديو يقول لي عليها وانا هحاول اعملها ان شاء الله في اسرع وقت. استنوني فيديوهات جديده واشوفكم ان شاء الله قريب. سلام.